عندما يذكر لفظ الثروة يتبادر إلى أذهان معظم الناس المال، الأرصدة البنكية، العقارات والممتلكات المادية. يتخيل البعض أن امتلاك الثروة يعني امتلاك سيارات فارهة، قصور شاهقة، وسفر إلى أجمل بقاع الأرض. ولكن مع مرور الأيام واكتساب التجارب يكتشف الإنسان أن هناك ثروات حقيقية لا تشترى بالمال ولا تقدر بثمن. ثروات تمنح للحياة طعمها الحقيقي وتجعل للوجود قيمة، ومن دونها تصبح كل الأموال بلا معنى. الصحة هي النعمة الأولى والأعظم التي لو فقدها الإنسان لا تعود الأموال ولا الممتلكات قادرة على تعويضها. ربما لا نشعر بأهميتها ونحن في كامل عافيتنا، لكن مجرد ألم بسيط كفيل أن يرينا مدى ضعفنا ويجعلنا ندرك أن السرير في المستشفى لا يفرق بين غني وفقير. الصحة ليست فقط في خلو الجسد من الأمراض، لكنها في القدرة على ممارسة حياتنا اليومية بسهولة. أن تصحو صباحاً دون آلام، أن تستطيع التنفس بارتياح، أن تتحرك دون معاناة. هذه هي الثروة الحقيقية التي لا يشعر بها الكثيرون إلا عند فقدها. كم من مريض يمتلك الملايين لكنه يتمنى لو دفع كل ثروته ليعود إلى لحظة كان فيها معافى؟ وكم من فقير يعيش بصحة جيدة ولا يدري أنه أغنى الناس وهو لا يملك شيئا سوى جسده السليم؟ الستر نعمة لا ترى ولا تقاس، لكنها من أعظم العطايا الإلهية. أن يستر عيبك، أن يخفى ضعفك، أن لا يفضحك الله أمام خلقه مهما أخطأت. هذه ثروة تفوق كل ما يمكن للإنسان أن يمتلكه. الستر لا يعني فقط ستر العورة أو ستر الجسد، بل ستر الحال، ستر الفقر، ستر الزلات. كثيرون يعيشون في نعم عظيمة لكنهم غير مستورين، يعانون من الفضيحة أو من كشف أسرارهم، بينما آخرون فقراء لكن الله سترهم وجعل الناس لا يرون فيهم إلا كل خير. الستر هو الأمان الذي يمنحك راحة داخلية لا تقدر بثمن. البيت الآمن ليس حجارة أو أثاث فاخر، بل هو المكان الذي تشعر فيه أنك محاط بالحب، حيث تغلق الباب وتشعر أنك في ملاذك الآمن بعيداً عن صخب العالم. أن تعود إلى بيت لا يؤذيك فيه أحد، أن تعيش مع من يقدرك ويحترمك، أن تجد الحنان والدفء بين جدران منزلك. هذه هي الثروة التي لا يملكها كل من يمتلك البيوت. كم من إنسان يمتلك فيلا فخمة لكنه يهرب منها إلى الشارع بحثاً عن راحة البال، وكم من آخر يعيش في بيت بسيط لكنه يشعر كأنه في جنة. المسألة ليست مسألة مساحة أو فخامة، بل مسألة أمان. راحة البال هي الجنة التي نبحث عنها جميعاً. هي النوم دون قلق، هي العيش دون خوف من الغد، هي البعد عن الصراعات، عن التفكير الزائد، عن الحسابات المعقدة التي تتعب الروح. المال قد يشتري لك سريراً فاخراً، لكنه لا يشتري لك النوم الهانئ. راحة البال تأتي عندما تسلم أمورك لله، عندما تقتنع أن رزقك مكتوب، أن نصيبك لن يأخذه غيرك، أن العالم ليس بحاجة إلى قلقك لكي يسير. القلب المطمئن هو أعظم ثروة يمكن أن يمتلكها الإنسان. قلب يرضى بما قسمه الله، قلب لا يحقد، لا يحسد، لا يتمنى زوال النعم عن الآخرين، قلب لا يخاف من المستقبل لأن صاحبه يعلم أن الله معه. الاطمئنان لا يأتي من المال ولا من المنصب، بل يأتي من قوة الإيمان. ربما تكون أنت الآن من أغنى الناس دون أن تدري. إذا كنت معافى في جسدك فأنت تملك كنزاً. إذا كنت مستوراً فأنت تعيش في نعمة لا تقدر بثمن. إذا كان لك بيت تشعر فيه بالأمان فأنت تعيش في جنة صغيرة. إذا أنت تنام مرتاح البال فأنت تملك راحة لا يمتلكها أصحاب الملايين. إذا كان قلبك مطمئناً فأنت أغنى من كل أصحاب الثروات. الثروة الحقيقية ليست فيما نملكه في جيوبنا، بل فيما نملكه في قلوبنا وأرواحنا. اللهم ارزقنا الصحة، الستر، بيتاً آمناً، بالاً مرتاحاً، وقلباً مطمئناً. فهذه هي الثروات التي لا تشترى.